ولا للولاد نحن مش أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أهلا بهالطلة. موضوع حلقتنا اليوم عن تصنيع المعكرونة الصحية في مصنع دال ليبانو في منطقة بيسور قضاء علي. خليكن معنا مشاهدينا، حنقوم بجولة على المصنع لكيفية توضيب المعكرونة وأيضا تصنيعها. سي صلاح، سؤالي حضرتك مدير عام لمصنع دال ليبانو أو شركة دال ليبانو، مين شركائك أو في شركاء خارج لبنان ولا انسايد ليبانو؟ تفضل. نحن فاميلي بزنس، نحن 5 شباب و7 اولاد. اسم الله. اولادنا دخلوا معنا لانه عملنا فاميلي بزنس، وتنقدر نعمل مصنع بهيدا الكبر لازم نتعاون، وقوم التعاون وما غلي. قدرنا تعاوننا نحن واولادنا واخوتي تنقدر نعمل هيدا المصنع. هلا نحن اللي عم ندير المصنع هني 3، لكن الباقيين كلياتهم موجودين. في ناس بالخليج، في ناس باوروبا، في ناس بكندا، في ناس يعني الوكلاء لكم برا؟ لا، هني اولادنا عم يشتغلوا برا، بس نحن واخوتي كمان برا. فبقى عم حلو الفاميلي بزنس. شغله اساس الاقتصاد هو الفاميلي بزنس، مشان الواحد يقدر يعمل بزنس يوثق بالناس اللي عم يشتغل معهم. لكن قليل نلاقي فاميلي وبيكونوا متحدين، بس انتم ما شاء الله عندكم قليله. الحمد لله، هيدي من نعم سيد الخلق. موفقين. شكرا. مشاهدينا، خلينا نقوم بجولة على المصنع لنفرجيكم كيف بيتم تصنيع المعكرونة الصحية وأيضا كيف بيتم توضيبها. الأول كله قمح، هيدا طبيعي. عم مي قمح لبناني، ولا ملح ولا سكر ولا باي ولا باي ولا دليل.
ملح مش داخل له شيء ولا ملح صحي. مشاهدينا، من بعد ما قمنا بجولة على المصنع الرائع جدا كيف بيتم تصنيع المعكرونة، كيف بيتم توضيبها، في معنا المدير العام للمصنع، اكيد رح يكون في لنا حديث معه، السيد صلاح لاعب. مرحبا فيك معنا. شكرا، اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. لما قمنا بجولة على المصنع حبينا كثير عامل النظافة اللي فيه، بالإضافة للسكترز، يعني المعكرونة كيف بيتم العجن الشيء من القمح. خبرنا بالبداية كيف حضرتك، كيف هاي الفكرة، فكرة تصنيع المعكرونة يمكن الأولى بلبنان حضرتكم، أول مصنع بلبنان، كيف اجت هاي الفكرة لأنكم سويتوا هاي المصنع؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم. هلا حضرتك. المشاهدين. نحن أنا عشت بإيطاليا 18 سنة. بالنسبة لي المعكرونة شغلة بناكلها يوميا. نعم. نحن فكرت إنه اللبنانية ما بيعرفوا يعملوا المعكرونة، طلعوا لا، القمح تبعنا هو من أجود أنواع القمح في العالم، في 13% بروتين. نحن جبنا هذا القمح الفاسي وعملنا منه معكرونة، لأنه من أساسيات الأكل تبعنا هي المعكرونة، ولما تتساوى ببس قمح ومي بدون أي إضافات ولا مواد حافظة ولا منكهات، بس مثل ما خلقوا ربنا قمح ومي بدون أي شيء، كثير بيطلع المنتج، بيطلع هيلثي وجينيون، يعني تقدر تعمليه لأولادك بدون أي مشاكل. نعم. هو القمح من وين بتجيبوه؟ من لبنان ولا من برا؟ قمحنا قمح لبناني، ايام امبراطوريه روما من زمان كان قمح، كان روما، كان البقاع بلبنان هو مخزن روما، الديكور تبع روما للقمح، كانوا يوزعوا على كل امبراطوريه روما، لانه الارض تبعنا ارض خيري وتطلع القمح القاسي بنسبه بروتين عالي جدا، وهذا اللي عم نستعمله نحن. بنجيب قمحنا بنطحنه، نحن بننظفه نحن من الاول، بنشيل منه شرارة الحديد والبحص والرمل والتراب والغبره والقش والتبن، بنغسله يعني بنصوله مشان نضمن انه الكواليتي تبعه مش معلق عليه اي شيء ولا غبره ولا اي شيء. بنرجع من بله ل 24 ساعه او 48 ساعه، بعدين بنطحنه بما طحنا تنضمن الكواليتي، التوتال كواليتي 100%، وبعد منها بنزيد له بس مي، ومي جبل لبنان هيدي موصوفه، مي جبل لبنان بضيفتها. بيور. اوكي. اي سنه اسستوا هذا المصنع؟ نحن كنا ايام الحجر بال 2020، باول 2020، وطلعت الفكره انه ليش ما بنساوي مصنع معكروني، لانه تنخفف من الاستيراد ونستعمل منتج عندنا اللي هو القمح، ونعمل منه برودكتس جيده، ونقدر حتى نصدر هيدي البرودكتس، وهيدي البرودكتس صدرناها حتى على الخليج وعلى اوروبا وعلى هونغ كونغ. هو بدي اسالك عن هذا السؤال. استاذ صلاح، في لفتني الاسم دال ليبانون، نوت ليبانون، دال ليبانون. هذا اسم ايطالي. في معكرونه اكثر شيء معروفه بالمعكرونه الطليانيه، فبقى نحن صحيح هي معكرونه لبنان، باشتا ديل ليبانو، يعني معكرونه لبنان، باشتا ديل ليبانو، برمال هيك سميناها ديل ليبانو. اوكي. تعلمنا ايطالي. اوكي. هلا كيف بيتم التصنيع؟ شفنا نحن مراحل التصنيع، لوين من بعد ما انتم تصنعوهم وين بتوزعوا؟ بكل لبنان، اراضي لبنانيه ولا؟ نحن صار عندنا اكثر من 1850 نقطه بيع بكل لبنان، من شمال لجنوب، لا للجبل للقاع لكل شيء، موجودين بكل لبنان.
بعد معنا مجال ننتشر اكثر، لكن نحن فاميلي بزنس وعم نكبر شوي شوي، والعالم اللي عم ياكلوا المعكرونه من عندنا عم تعجبهم المعكرونه وعم يرجعوا يطلبوها، فبقى لما تنطلب بعده محلات ثانيه مش موجوده عم نروح نوزع. نعم. هلا لكينا بكيف الاراضي اللبنانيه وبتصدروا مثل ما قلت لي لاي دول بتصدروا؟ صدرنا على الامارات العربيه المتحده بكل الامارات، على هونغ كونغ، على اكواتوريال غيني يعني غينيا الاستوائيه، صدرنا على بلجيكا. هودي الاربع دول اللي عم نصدرها. وهلا قريبا لما يتحل وضع الشحن البحري على العقبه عم نصدر على عمان على الاردن. عرفت انه عم تحصلوا انتم او على جائزه الايزو لصناعه الغذاء، وايضا على شهيه التميز والابداع لناحيه تصنيع اللازانيا اللي هن هدول. صحيح. هيدي اللازانيا تبعنا، نحن الشركه الوحيده اللي بلبنان بتساوي لازانيا، واول مره بيتساوى لازانيا بالعالم بقمح لبنان. اوكي. نحن لما كنا 128 شركه ميزنا من اصل واحد، ربحنا على اصل 128 شركه اسمها اجري فود انوفيشن اوورد، يعني تميز بقطاع التصنيع الغذائي باللازانيا تبعنا. وبعدين بالنسبه للايزو نحن هيدي اكل، اذا ما ضمنت انه هيدا الاكل مساوى بشكل نظيف وما بدون اي مشاكل، نحن بنعرف منين عم نشتري المواد الاوليه، وبنعرف كيف البروسيس تبع الانتاج، عمليه الانتاج، وكيف التوزيع والتغليف والتوزيع. هي اعطونا عليها الايزو 22000 اللي هي لسلامه الغذاء. بيضمن الواحد اللي عم يشتري منتج من باستا ديل ليبانو بيضمن انه هيدا المنتج مصنوع بشكل صحيح موافق للمواصفات العالميه، وبيضمن يطعميه لاولاده بدون اي مشاكل. نعم. بنهايه الحلقه قبل ما نختم كيف يتم التواصل معكم؟ نحن عندنا الويب سايت تبعنا اللي هو dellibanon.com، عندنا الفيسبوك تبعنا اللي هو dellibanon، الانستغرام، وهودي اكثر شيء بيقدروا العالم يتواصلوا معنا على السوشيال ميديا يعني على السوشيال ميديا. نعم. مش بس هيك، نحن حاطين على كل منتج هيدا ارقام تليفونات كمان على هيدا الويب سايت بتلاقي ارقام التليفونات تبعنا. بعدين في شغله زياده، نحن حاطين QR كود على كل منتج، بس تعملي له سكان من اي تليفون بيعلمك كيف بتساوي كل كيف الوصفات تبع كل المنتج موجوده بهيدا QR كود، مشان ما نحطها لانه ما بيساع. حط له QR كود وهو بيعمل سكان من الموبايل، يعني بطريقه كثير حديثه. صحيح. بتحب تقول كلمه اخيره للمشاهدين؟ اول شيء انا بتشكركم. نحن اذا بنصمد بهيدي الارض بدنا نشتغل فيها، وتنشتغل فيها ونصنع فيها اهم المنتجات، نشغل عماله محليه ونعمل فاليو ادد للبرودكت اللي هو الله مبارك فيه اللي هو القمح، نعمل له اد فاليو ويطلع من عندنا منتجات مثل اللازانيا ومثل السباجيتي ومثل التالياتيلي والبني وكل منتجاتنا. هي بتكون شغله كثير منيحه. بتمنى اذا شفتوا المنتجات تبعنا تشجعوها، ذوقوها، وانا بضمن لكم انه رح تحبوا. ميرسي بوكو لك. ونحن اساسا بس شفنا المنتج غير مملوك، شفنا كيف يتم التحضير له، يعني شيء بيرفع الراس عن جد. بنهنيكم على هيدا المصنع وبنهني لبنان اكيد فيكم. ميرسي بوكو وبتمنى لكم التوفيق. اهلا وسهلا. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا. تابعونا بحلقات جديده الاسبوع القادم مع اهلا بطلي. الى اللقاء.